تعرض الفنان المصري محمد حماقي لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى. وأجرى حماقي عملية جراحية، وبدأت حالته الصحية في التحسن ويواصل تلقي العلاج. جاء ذلك بالتزامن مع الضجة التي أحدثها إعلانه الجديد في رمضان 2025. الإعلان كان يعتمد على تقنية الذكاء الاصطناعي لإحياء رموز الفن القديم. وبمجرد نشر الصورة من المستشفى للنجم محمد حماقي، تسابق محبوه ومتابعو فنه بمصر ومختلف دول العالم في الدعاء له بالشفاء العاجل. وبعد انتشار الكثير من الشائعات حول طبيعة مرضه، طمأن الفنان محمد حماقي جمهوره عن حالته الصحية بعد إجراء عملية جراحية بسيطة، وقال إنه أجرى عملية صغيرة كان محدد موعدها من فترة. وقال في منشور كتبه على انستجرام: الكام ساعة اللي فاتوا انتشرت أخبار كتير فيها مبالغات عن حالتي الصحية. أنا حابب أطمنكم إن أنا كنت بعمل عملية صغيرة وميعادها متحدد من فترة كبيرة. الحمد لله العملية تمت بسلام وأنا دلوقتي في البيت. وشكر حماقي جمهوره: شكرا على سؤالكم، ربنا ما يخد حد على حبايبه أبدا. سبب الشائعات والأقاويل الكتير هي التاريخ المرضي للفنان محمد حماقي، لأنه خلال ظهوره في برنامج صاحبة السعادة كشف تفاصيل خضوعه لجراحة في القلب سنة 2011. وقال: أنا في وقت من الأوقات مريت بأزمة صحية في 2011، وكنت وقتها في استوديو أحمد إبراهيم. شعرت بالتعب فقررت إن أنا أروح البيت، واتصلت بمدير أعمالي وطلبت منه إحضار علاج من الصيدلية للضغط، بعد ما لقيت إنه ضغطي عالي جدا. ولكن الصيدلي رفض إنه يديني العلاج، وطلب مني إن أروح المستشفى لو منزلش الضغط بالمشروبات الطبيعية. وبعديها حكى: بالفعل شربت كركديه ولقيت الضغط نزل نوعا ما، ولكن سرعان ما ارتفع مرة أخرى. فرحنا المستشفى، وبمجرد ما قمت بعمل رسم قلب أوصى الطبيب إني أدخل مستشفى أخرى لإجراء عملية فورا، لأني أصبت بجلطة في القلب. وواصل حكايته: ذهبت ودخلت العمليات على الفور ونجاني الله. فلك أن تتخيلي أني كنت بسجل أغنية في جوه قلبي حاجة مستخبية، وأنا لا أدري أن في جوه قلبي جلطة. وظهرت بعض الشائعات أني هتوقف عن الغناء، فسميت ألبومي من قلبي بغني. جدير بالذكر أن حماقي كان آخر أعماله هو الإعلان اللي أطل بيه على جمهوره منذ أيام مع بداية شهر رمضان. وقت ما حكى حماقي عن أزمته الصحية، قال إن هو اكتشف إنه أصيب ب3 جلطات في القلب، وساعتها تم نقله فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج. ساعتها كمان أكد إن التدخين مش سبب للي حصله، بس الإرهاق الشديد هو العامل الأساسي. وقال إن هو شخص رياضي بيمارس الرياضة لمدة 4 ساعات يوميا. وقال إن وقتها الأطباء شددوا على ضرورة التوقف عن الغناء حاليا، لأنه يتطلب مجهود كبير لا تتحمله حالته الصحية وقتها. وأضاف: طلبت من مدير أعمالي الاعتذار عن كافة الحفلات اللي كنت تعاقدت عليها خلال هذه الفترة. وقتها كنت بستعد للسفر للندن لمراجعة الفحوصات الطبية وعرضها على عدد من الأطباء هناك. وقال إن إصابته كمان ما كانتش نتيجة توتر أو انفعال زي ما ظهرت بعض الشائعات عنه، أو إن في حالات مشابهة بتحصل نتيجة انفعالات. وقال إن هو بيحافظ على نمط حياة صحي ومش بيدخن وما بياكلش أطعمة دسمة. وقال إن ممارسته المفرطة للرياضة ربما يكون سبب في تعرضه للأزمة الصحية دي. كمان أضاف إن هذه الأزمة الصحية كانت أصعب شيء مر في حياته، على الرغم من مواجهته العديد من التحديات على مدار سنوات، إلا إنه لقى نفسه مش قادر إنه يفكر وقتها، لكن الحمد لله إنه تجاوزها وخرج منها بدروس مهمة. قال كمان: اتعلمت ضرورة الاعتناء بصحتي بشكل أفضل، وعدم تحميل نفسي فوق طاقتها، وهو ما لم أكن أدركه بنفس القدر من قبل. في النهاية بنحب نقول للنجم محمد حماقي: بنتمنى لك الشفاء السريع، وكمان بنشكرك انك طمنت جمهورك ونفيت كل الشائعات اللي منتشرة على السوشيال ميديا، وانه انت عملت عملية جراحية بسيطة ما كانتش حاجة كبيرة او مبالغ فيها زي ما بعض الصحف والقنوات كتبت.